السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم اللبن الحليب في المنام لابن سيرين. شرب الحليب أو اللبن في المنام دليل على الحصول على المال الحلال المبارك. أما شرب الحليب الفاسد أو الملوث في الحلم بنقول هنا إن هو بيكون بدليل على الشقاء والتعب الشديد. كمان بنقول إن شرب الحليب حلو المذاق في المنام في إنه بيكون صلاح في الدين وصلاح في العيش والرزق. مرة أنه يشرب حليب الذكور من الحيوانات في الحلم زي مثلا الثور أو الكبش أو الحمار الذكر، فذلك بيدل على الاستعلاء والعدوان على الناس. حلم تناول الحليب الأنعام بيدل على مال حلال من صاحب السلطة. شرب حليب الماعز في المنام بيدل على كسب مال ورزق مع كراهية للعمل. أما رؤية شرب حليب الغنم في الحلم بيدل على مال وفير. شرب حليب الخيل والفرس في المنام بيدل على محبة صاحب السلطة للرائي وتقربه منه. كما بيدل شرب حليب الناقة في الحلم على الزواج من امرأة صالحة أو على مولود فيه بركة. أما شرب حليب الطير في المنام بيكون دليل على مال قليل. شرب حليب الوحوش المجهولة في الحلم بيدل على الخلاص أو الفرج للمسجون وللمريض وللمهموم. رؤية شرب حليب البقر في الحلم بيدل على الشفاء. حليب الجاموس لمن شربه في الحلم ففي التأويل مثل شرب حليب البقر بردك بيكون فيه شفاء. شرب حليب الحمارة بيدل على طاعة من خادم أو من ولد. شرب حليب الزواحف وكل ما لا حليب له في المنام بيدل على الظفر بالأعداء والانتصار عليهم. أما رؤية شرب لبن القطط والكلاب في المنام بيدل على فسق وأكل مال من بغاء والعياذ بالله. أما شرب حليب الذئب في الحلم بيدل على تمكن الرائي من أعدائه من الإنس والجن. ورؤية شرب حليب الخنزير في المنام بيدل على شرب الخمر وأكل ما حرم الله به. حليب الإنسان في المنام بيدل على شفاء المريض لأنه في الأصل قوته ومناعته. ربما بيدل على الرزق الذي يناله. حليب المرأة في الحلم بيدل على أحوال العمل. شرب حليب المرأة في الحلم بيدل على التقيد في العمل. أما رؤية الرجل وكأنه له حليب في المنام بيدل على انشغاله بالعمل عن أي شيء آخر. كما أنه رؤية الحليب في ثدي الرجل في الحلم بيدل على الرزق. رؤية الرضاعة من المرأة في المنام بيدل على الربح للرائي. رؤية المرضعة المستأجرة في الحلم بيدل على أن الرائي يربي ابنه على خلقه. من رأت المرأة أنها ترضع شخص معروف في المنام ولم يكن لها لبن في اليقظة فإنها أبواب الدنيا تنغلق عليه وعلى من أرضعته. طيب من يرى انه يرضع من ثديه في الحلم فذلك بيدل على الحبس والتقيد وتقييد الحرية. كما بتدل رؤية الرضاعة من حليب الزوجة في المنام على الانصياع لرأيها. رؤية الاستحمام بحليب الإنسان أو من رأى أنه كأنه حليب الإنسان ينصب عليه في الحلم فذلك بيدل على الضيق وربما بيدل على السجن والكرب. رؤية تدفق الحليب من الثدي في المنام للمرأة بيدل على التعطل عن الأعمال الدنيوية لسبب أم آخر. أما رأت إن حليبها جف من صدرها في الحلم فهذا بيدل على مطالبتها بالعمل. أما إدرار الحليب في المنام للمرأة المرضعة بيدل على السعة في المال والأحوال. بيشير حلم جفاف الحليب للمرأة المرضعة إلى الضيق والهم. من رأت إن زوجها يخرج من صدره حليب في المنام فإنه يعمل في البيت عمل النساء. كما بترمز رؤية نزول الحليب من ثدي المرأة في الحلم إلى الحمل القريب. تدفق الحليب من حيوان في المنام دليل على رزق للرائي من حيث لا يحتسب. أما إذا رأيت تدفق حليب الحيوانات على الأرض في الحلم فهذا بيدل على خسارة مال ورزق. طيب رؤية انسكاب الحليب أو اللبن في المنام بيدل على تضييع ما يدل عليه من الخير والرزق أو المال. من رأى الحليب ينسكب على ملابسه في الحلم فهذا بيدل على انكشاف أمر مخفي. وعندما ترى الحليب ينسكب على الوجه في المنام بيدل على زوال الهيبة والرفعة. أما سكب الحليب على الرأس في المنام بيدل على المصائب. رؤية انسكاب الحليب على الأرض في المنام بيدل على الفتنة التي يراق فيها دم على قدر الحليب المهدر. طيب بنقول كمان تشير رؤية انسكاب الحليب على الفراش في المنام بيدل على ضرر يصيب الأولاد أو تأخر في الإنجاب. من رأى أنه يسكب الحليب على شخص تعرفه في المنام فإنه يؤذيه ويضره.
أما إذا رأيت أنك تسكب الحليب على شخص غريب في الحلم بيدل على كيد المكائد للآخر. رؤية شراء الحليب في المنام بتدل على تعلم المبادئ السليمة والأخلاق الحسنة. من رأى أنه يشتري الحليب السائل في الحلم بيدل على التفقه في الدين والفطرة السليمة. رؤية شراء الحليب المجفف في المنام بيدل على تعلم المبادئ السليمة دون العمل بها. أما شراء أكياس الحليب في الحلم بيدل على جمع الأرباح والأموال. حلم شراء الحليب الفاسد بيدل على الخوض بالعمل المشبوه. رؤية شراء حليب البقر في المنام بيدل على مال شريف بيحصل عليه الرائي. بتشير رؤية شراء حليب الغنم في الحلم على الزيادة في الثروة. من رأى أنه يشتري حليب للميت في المنام فإنه يخرج له الصدقات. أما إذا رأيت أنك تشتري الحليب لابنائك في الحلم فهذا بيدل على حسن التربية وتعليمهم. رؤية إعطاء الحليب في المنام بيدل على تقديم الإرشاد والنصح. من رأى أنه يعطي الحليب لشخص قريب في الحلم بيدل على المساعدة في معيشته. أما إعطاء الحليب للأطفال في الحلم بيدل على النشأة الحسنة. حلم إعطاء الحليب لشخص مسن بيدل على البر والطاعة. من رأى أنه يعطي الحليب للميت في الحلم بيدل على تبرئته مما يترتب عليه من ذمم. رؤية الميت يعطي الحليب الحي في المنام بيدل على البركة في المال والرزق. من رأى شخص يعرفه يعطيه حليب في المنام فإنه بيحصل منه على منفعة. إذا رأيت شخص قريب يعطيك حليب في الحلم بيدل على الحصول على حقوقك. رؤية طبخ الحليب في المنام بيدل على الحصول على الأرباح والفوائد. من رأى أنه يسخن الحليب في الحلم بيدل على السعي المستمر. رؤية غلي الحليب في المنام بيدل على مناورة الحليب من الناس. أما تفوير الحليب وانسكابه على الغاز في الحلم بيدل على الغضب الشديد. حلم احتراق الحليب بيدل على سوء الفعل والتدبير. من رأى أنه يطبخ الرز بالحليب في المنام بيدل على جمع المال بعد مشقة وتعب. رؤية طبخ حلويات بالحليب في المنام بيدل على الغنى والطرف. أما رؤية صناعة اللبن في المنام يقول ابن سيرين إن منتجات اللبن في المنام بتدل على الخير والمنفعة بالعموم. عدا اللبن الرائب فرؤية اللبن الرائب في الحلم لا خير فيه. وصناعة اللبن الرائب في المنام دليل على الهم والغم. صناعة اللبن منزوع الدسم في الحلم بيدل على كسب مال حرام. ده كان تفسيرنا النهاردة. أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.